دلوقتي احنا اتكلمنا قبل كده عن الميتالز. الميتالز زي مين؟ ده مين؟ مغنيسيوم. المغنيسيوم تمام ده يعتبر سترونج ميتال as it located in the 2A in the modern periodic table. بيقع في 2A جروب، لذلك فهو بيعتبر ايه؟ يا ابني ركب 99 ده بيعتبر سترونج ميتال. طيب تعرفي تقولي لي اسم ده ايه؟ لا ده ايه؟ ده كلورايد. وده ايه؟ مغنيسيوم. يبقى مغنيسيوم ايه؟ ايه مش فارق من ليفت تو رايت عادي خالص. كلورايد يبقى اسمه مغنيسيوم كلورايد. كالسيوم اللي هو سي اس صح؟ كالسيوم سي ايه. ما تغلطيش نفسك بقى ماشي؟ طيب يبقى اذا هنتكلم النهارده عن المغنيسيوم. هنشوف ايه الاليمنتس او الكومباوندز اللي احنا محتاجين نعرفها الاول قبل ما ندخل في ايه؟ في ليسون النهارده. يبقى ده اسمه مغنيسيوم. لما باجي اكتبه بقى ككيميكال فورمولا بكتبه كده، يعني المغنيسيوم كلورايد فورمولا of chemical compounds. يبقى how to write the chemical formula. chemical formula يعني الصيغة الكيميائية. ازاي نكتب الصيغة الكيميائية للمغنيسيوم كلورايد اللي احنا قلنا عليه؟ انا عايزه اوصل، انا جبت الصيغه دي ازاي وكتبتها ازاي وعملت التول دي ازاي. بصي اول حاجه في يعني قواعد كده لازم نمشي عليها. هم 3 قواعد بس وسهلين قوي. اول حاجه طبعا انا عارفه لو انا عندي مغنيسيوم كلورايد، انا عندي الصيغه دي كده وعايزه احولها للصيغه دي. اعمل ايه؟ اول خطوه لازم اعرف السيمبل بتاع المغنيسيوم واعرف السيمبل بتاع الكلورايد. المغنيسيوم ام جي والكلورايد سي ال. انا كده ما خلصتش. لازم اعمل التكافؤات اللي هي الفالنسي بتاع كل إيليمنت منهم. طيب اعرف ازاي الفالنسي؟ المغنيسيوم ايه؟ طيب المغنيسيوم 12. لما نيجي نوزعها هنوزعها ايه؟ 2 يبقى اذا الاوتر موست كونتين كام الكترون؟ 2. يبقى هكتب هنا بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ لانه هيتحول لبوزيتيف ايون لما يدخل في الكيميكال رياكشن مع الكلور او الكلورين. ماشي؟ عشان كده كتبت بوزيتيف 2. طب هتقولي لي بقى ايه؟ طب يا دكتور هو انا مش ممكن اجيبها بطريقه اسهل من ان انا اقعد اوزع وان انا اكون حافظه الاتوميك نمبر؟ ما ممكن يجي لي اليمنتس انا ما اعرفش الاتوميك نمبر بتاعها، مش حافظاه. انا مش مطلوب مني ان انا احفظ كل البريودك تيبل. طب اعمل ايه؟ المغنيسيوم احنا خدنا في الميتالز لما كنا بندرس الميتالز عرفنا ان المغنيسيوم ده في الجروب كام؟ كان في الجروب 1A ولا 2A؟ كان في الجروب 2A. يبقى بس كده طالما انا عرفت مكانه فين في الجروب 2A يبقى بوزيتيف 2 بس. طب نفترض الالومنيوم موجود فين؟ موجود فوق خالص في ال 3A، يبقى هحط بوزيتيف 3. هتعرفي منين هو موجود فين؟ هو من كتر ما هيتكرر معاكي هتحفظيه. وانا دايما بقول ان احنا نحفظ من 1 لحد 20، يعني احفظ كل الاليمنتس اللي موجوده في البريودك تيبل من 1 لحد ايه؟ لحد 20. يعني 1 اللي هي الهيدروجين، هيليوم 2، ليثيوم 3، بريليوم 4،
اقعد احفظهم كده لحد ما اوصل لايه؟ للكالسيوم بس. لو حفظتي لحد الكالسيوم هتعرفي تجيبي اي كيميكال فورمولا بتاعت اي كومباوند، اي ان اورجانيك كومباوند هتقدري تجيبي له الكيميكال فورمولا بتاعته بسهوله قوي لو انت حافظاهم من 1 لحد 12. وهيفيدوكي كل سنه، مش بتحفظيهم للسنه دي بس، كل سنه هتلاقي نفسك حافظاهم. ده هيفيدك اكتر، هيفيدك اكتر. فكل ما تحفظيهم بدري كل ما تبقي ايه 1. الكلورين 17 يبقى 2 8 7 فاضل له كام ويبقى 8؟ 1 يبقى هحط نيجاتيف 1 وما بكتبش ال1. دي اول ستيب. طب تاني ستيب اروح عامله كده واعمل اكستشينج فالنسز. هبدل الفالنس دي 1، ال1 تيجي تحت المغنيسيوم، الفالنس دي كام؟ 2 تيجي تحت الكلورين 2. طب ليه؟ عشان بصي بقى لما اجي اكتبها الام جي هتاخد ال1 هتبقى ام جي بس، ال1 ما بيتكتبش. طب والسي ال هتاخد مين؟ هتاخد ال2 يبقى ام جي سي ال بس. ماشي؟ ده سهل جدا، سهل جدا. طيب في حاجات بقى المفروض ان انت خلاص من كتر ما هتشوفيها هتحفظيها وهتعرفيها. يعني المغنيسيوم كلورايد دي خلاص انت عرفتي ان هي ام جي سي ال 2. ليه؟ عشان دي ثنائي بوزيتيف 2 فوقيها والبوزيتيف 2 هتروح للكلور بس. يبقى ام جي سي ال 2 ده مغنيسيوم كلورايد. طب الام جي او ايه؟ مغنيسيوم اوكسايد. برافو، مغنيسيوم. طب ليه المغنيسيوم والاوكسايد مش عليهم فالنسي؟ اقول لك ليه. لان الاو نيجاتيف 2 والام جي بوزيتيف 2، ال2 راحوا مع بعض بقت ام جي او. اللي انا بقوله لك ده بيزكس اوف كيمستري. لو عرفتيه من دلوقتي وفهمتيه بعد كده الكيمستري كلها هتبقى سهله معاكي. طب الام جي او اتش اول باي 2 اسمه ايه؟ كلمه او الجروب اللي هي او اتش اسمها ايه؟ اسمها هيدروكسايد. اسمها ايه؟ يبقى مغنيسيوم. انا شفته السن ده ايوه يبقى اسمه مغنيسيوم ايه؟ هيدروكسايد. يبقى دايما الاو اتش نيجاتيف دي اسمها هيدروكسايد. ماشي؟ طيب الاو 2 معروف ده اسمه ايه؟ اكسجين، عشان ده هنستخدمه في الكيميكال ايكويشن. طب ال HCl هيدرو كلورايد، او ليه اسم تاني لان ده اسيد، ده حمض. خلاص الاسيد بقى بقول عليه ايه؟ هيدروكلوريك. يبقى اسمه هيدرو كلوريك اسيد. طب الليتمس سمعتي عنه قبل كده؟ ايوه ورقه عباد الشمس، الليتمس بيبر. يبقى دي عرفنا ان هي بتبقى بتحول، يعني بتكون يا اما ريد يا اما بلو، وبنشوف من خلالها ايه؟ الاسد والبيز. ده اسيدك ريد، البيزك بلو. طيب ال H2O طبعا الووتر. ايه ده؟ ال H2O؟ ال H2O ده رمز الووتر، ده السيمبل بتاع الووتر. عايزه تكتبي ووتر في اي كيميكال ايكويشن هتكتبيها H2O. طب هل هتلاقيني بكتبها بطريقه ثانيه؟ هقول لك عشان ما تتلخبطيش. هي عباره عن 2H صح؟ 2H وهيدروجين، وخدناها في الالكترونيجاتيفيتي. قلنا الاكسجين بتعمل ايه؟ بتشد الاثنين، بتعمل اتراكت من الاثنين اتش. طيب يبقى هتلاقيني في معظم الكيميكال ايكويشنز بكتبها اتش او اتش من غير روابط ومن غير حاجه. اتش او اتش كده، اتش او اتش.
وهعرفك ليه. خلاص؟ يعني ايه بيز ويعني ايه الكلاين، وهل في فرق ما بينهم ولا لا؟ دي برضه لازم تكوني عارفاها كويس جدا. البيز not dissolve in water. not dissolve ما بتدوبش ابدا في الووتر. ان وهكتب الووتر بالاتش 2 او، تعودي على كده ماشي. طيب اما الالكلاين dissolve طيب هل all the bases considered as alkaline؟ لا، بس all the alkaline considered as base. يعني كل الالكالاين يعتبر جزء من البيز. all alkaline considered as base but not all the bases considered as alkaline. خلاص؟ طيب احنا طبعا عرفنا المغنيسيوم وعرفنا السيمبل بتاع المغنيسيوم كلورايد. لما كلهم بيتحدوا مع بعض بيعملوا ميكتشر. ميكتشر يعني ايه؟ ميكتشر يعني خليط. خلاص؟ ده كده بيعملوا بيه ايه بقى الخليط الميكتشر ده؟ بيعملوا بيه ايه؟ بيعملوا بيه الشارب نايفز، السكاكين الحادة جدا بيعملوها من المركب ده، بيعملوها من الميكتشر ده مع بعض. مغنيسيوم بلس مغنيسيوم كلورايد بلس H2O. طيب الكيميكال بروبرتيز اوف ميتالز، يعني درس النهارده اساسا الليسون بتاع النهارده اسمه كيميكال بروبرتيز اوف ميتالز. كنا عرفنا الميتالز وقلنا ان ليها كيميكال بروبرتيز وقلنا ان ليها فيزيكال بروبرتيز. النهارده هناخد مين؟ الكيميكال بروبرتيز اوف ميتالز. طيب قلنا المغنيسيوم ده هو اللي انا هشتغل عليه النهارده، بس كل اللي انا هقوله النهارده ينطبق على كل الميتالز. يعني صوديوم، مغنيسيوم احط بداله الفرك، احط بداله يعني الكالسيوم، بوتاسيوم، كل ال1A وال2A وال3A، الالومنيوم ماشي. كل ده هيعمل نفس او هيديني نفس الريزلت. هيديني ايه؟ نفس الريزلت. يعني دي كده قاعده عامه بتكلم عن ميتال، بس انا هتكلم النهارده هاخد اكزامبل على المغنيسيوم. طيب لو انا جبت تيست تيوب، يعني ايه تيست تيوب؟ انبوبه كده خلاص، ده بيبقى شكلها مغنيسيوم ستريب. اصلا المغنيسيوم ده بيوجد في الطبيعه على شكل ايه؟ يعني انا بروح اشتريه واقول له انا عايزه مغنيسيوم ستريب. الستريبس ده اللي هو بصي بيبقى عامل كده، شكله بيبقى عامل كده. ايوه ايه ده بقى؟ هو شكله كده كميتال انا عايزه اشتري مغنيسيوم ميتال. ايوه بيبقى شكله عامل كده بالظبط زي ما هو ماسكه كده بتاع اللولب ده. خلاص؟ بيتباع فين في الصيدليات؟ لا يا حبيبي بيتباع في شركه هنا مثلا اسمها شركه الجمهوريه. شركه الجمهوريه دي لكل الكيميكالز، لو انت عايزه تشتري ادوات كيميائيه او كيميكالز نفسها ماشي. طيب المغنيسيوم ستريب هنجيبه وهنحطه في الايه؟ في التست تيوب ده، وبعدين هضيف عليه diluted HCl. Are you know what is the meaning of diluted؟ طيب حلو قوي. لازم تعرفي بقى ان في زي ما بنقول مثلا الفنجار اللي احنا بنجيبه الخل، ازازه الخل دي بيبقى مكتوب عليها 97%. طب ليه مكتوب عليها كده؟ لان هي مش بنسبه 100%. لو كان بنسبه 100% يبقى ده اسمه concentration او concentrated. كونك بنرمز ليها بالرمز ايه؟ كونك ونقطه. طيب لو انا ما خليتوش بقى 100، لو انا حطيت عليه ميه، يعني مثلا خدت منه نص الازازه، لو انا معايا ازازه لتر وخدت منها نص لتر وخففته بالميه،
يبقى انا كده عملت له عمليه ايه؟ تخفيف. تخفيف دي يعني دايليوشن. يعني ايه؟ دايليوشن. اختصرناها بايه؟ بدايل ونقطه. يبقى دايل HCl يعني هيدروكلوريك اسيد مخفف. انا خففته، اديت له ووتر، حطيت نصه او 3/4، المهم ان هو مخفف مش بنسبه 100%. لو حطينا عليه بقى دايل HCl ايه اللي هيحصل؟ هيطلع جاز بابلز. طيب طبعا دماغك يا ملوكه بتقول لك انا عايزه اعمل التجربه دي حالا، وانا حالا هوريها لك. بص، لو جبنا، خلينا في التست تيوب دي، ركزي معايا ماشي. بصي ايه اللي هيحصل. حطينا عليها HCl، بصي ايه اللي حصل. جاز بابلز بدات ايه؟ بدات تطلع او تتصاعد. طب ده نتيجه ايه بقى؟ طلعت جاز بابلز زي ما احنا شفنا. طيب عايزين نفهم بقى ده ايه اللي حصل بالظبط لما حطينا ده على ده. ايه اللي حصل؟ بصي، قاعده عامه على كل الميتالز. ميتالز بلس اسيد، والاسيد ده يكون ايه؟ يكون دايل. وبكتب الدايل كده فوق السهم، ده كده اسمه كيميكال ايكويشن، معادله كيميائيه. المثلث ده هيتنج ماشي، بس هنا انا ما عملتش هيت، ما سخنتش ماشي، انا بس حطيت المغنيسيوم ستريك وحطيت فوقيه الدايل HCl. ايه اللي حصل؟ هو حصل التفاعل لوحده. يبقى اذا اي ميتال بلس اسيد دايليوتد اسيد، والدايل بتتكتب فوق السهم كده في اي كيميكال ايكويشن، هيدينا السولت اوف اسيد بلس هيدروجين جاز ايفولفد. يبدا الهيدروجين جاز ايه؟ يطلع لفوق او يتصاعد. طيب تعالي نكتبها بقى كمعادله كيميائيه وانت اللي تقوليها لي، عشان في ناس عقدتهم كلها ان هم يعملوا معادله، لكن احنا بيرفكت ان شاء الله فيها. قولي لي بقى ايه الميتال كان عندي هنا ايه في التجربه دي؟ مغنيسيوم. يبقى ادي المغنيسيوم. الدايليوتد اسيد كان ايه؟ اللي هو هكتب كده HCl واروح عامله ايه؟ هنا واروح كاتبه دايل. طيب انا بقى اللي هجيب دول، انا كده كده عارفه ان هيطلع لي ايه؟ هيدروجين جاز ايفولف. ماشي خلاص، يبقى فاضل مين؟ فاضل السولت اللي هيطلع. اجيبه ازاي بقى السولت ده؟ المغنيسيوم هيروح جاي على الاسيد ويروح واخد منه النيجاتيف ايون بتاعه. مش ده نيجاتيف ايون؟ يعني لو جينا فككنا ال HCl هيطلع H بوزيتيف و Cl نيجاتيف. طيب هو اصلا بوزيتيف 2، عايز ياخد مين؟ النيجاتيف عشان ايه؟ يتفاعل معاه. ما هو دايما اي كيميكال رياكشن بيحصل بين البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون. عشان كده كنا بندرس البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون طلع ازاي وهو عباره عن ايه، عشان نفهم الكيميكال ايكويشن بتتعمل ازاي. دايما البوزيتيف يروح واخد ايه؟ النيجاتيف بس، وهيسيبوا الاتش تطلع لوحدها. طلعت لوحدها اهي، الاتش طلعت لوحدها. فاضل مين؟ يبقى فاضل MG. وهل اكتبها MgCl؟ ما ينفعش. ليه؟ لان دي بوزيتيف 2 ودي نيجاتيف 1. نعمل HMgCl2. كان كام اتش اللي دخل التفاعل؟ دول كده بص، كان اتش واحده بقت 2 اتش. ايوه دول كده اسمهم رياكتنت. اسمهم ايه؟ متفاعلات، رياكتنتس. طيب واللي طلع ده اسمه ايه؟ برودكتس، يعني نواتج. خلاص، يبقى ده اسمه رياكتنتس وده اسمه برودكتس. طيب الرياكتنت ده كان فيه ال H1H، طلع هنا كام؟ طلع H2 وال H2 هي كده مظبوطه. يبقى احنا لما نيجي نوزن نبدا من ال H، هنبدا من ال H2 وهنا H1. لا يبقى دي هنحط لها 2. نشوف بقى دي اتظبطت ولا لا. احنا طلع لنا مغنيسيوم كلورايد لما حطينا المغنيسيوم على ال HCl او الدايليوتد HCl. خلاص؟ طيب
عايزه اعرف بقى لو انا جبت المغنيسيوم ستريب ماشي وحطيتها تحت النار خلاص فرق عن هي بتو ماشي هنحطها هنعمل لها اجنايت. يعني ايه اجنايت؟ والله يعني اشتعال. خلاص عملت لها اشتعال وخلاص بقت مولعه، اروح مودياها في تيست تيوب مليانه اكسجين جواها اكسجين جاز. ليه؟ عشان انا عايزه اعرف تاثير المغنيسيوم على الاوتو او الاوتو هيتفاعل مع المغنيسيوم يدينا ايه. طيب بعد ما حطيتها هنا وهي مشتعله والانبوبه دي كانت مليانه اكسجين ورحت مدخلاها على طول، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل burn with a bright light. يعني burn اتحرقت واتعمل لها نار واتعمل لها ضوء كبير قوي، والضوء ده انا شايفاه لدرجه ان احنا بنبعد عينينا كده لما بنيجي نعمل الرياكشن ده، بنبعد عينينا كده من كتر الضوء اللي بيطلع ومش قادرين نبص له. ماشي؟ يعني اللمبه معموله من كده. ما انا هوريكي اهو. بصي بصي بقى، بصي من كتر الضوء راح عامل ازاي؟ برايت لايت. من كتر الضوء الضوء هيوجع عينك، مش هتقدري تستحملي ان انت تبصي له. خلاص دي الستريب اهي، وزي ما بقول لك هيحطها بقى. بصي هو جرب الموضوع على ايرن، جاب قطعه ايرن حديد وولع فيها. بصي عملت برايت لايت ازاي في الانبوبه اللي مليانه اكسجين. فهمتيها؟ طيب طيب يبقى احنا عايزين نفهم بقى البرايت لايت ده ايه؟ نتيجة تفاعل المغنيسيوم مع الاكسجين هيدينا ايه ملك؟ هيدينا ايه؟ برايت لايت؟ لا الكيميكال فورمولا بتاع المركب اللي هينتج ايه؟ ام جي واحط لها او 2. ايوه يبقى ام جي، بس اوعي تكتبيها ام جي او 2. لا هي ام جي او. طيب ما كده المعادله مش موزونه، اعمل ايه؟ دي 2 وخرجت 1 يبقى احط هنا 2 واظبط المغنيسيوم هنا 2 هحط لها هنا 2. تعالي كده نشوف، دخل 2 في الرياكتنت طلع في البرودكت 2 مغنيسيوم. طب الاو 2 في الرياكتنت 2 طلع في البرودكت 2 او، يعني 2 او، فكده مظبوط. خلاص طيب تاني ستيب بقى، هما 2 ستيبس. احنا خدنا اول ستيب وطلعنا الام جي او. طيب لو الام جي او ده اللي نتج ده ده ما انا هقولها اهو، لو الام جي او ده خلاص رحت انا حاطه عليه دروبس اوف ووتر. يعني جبت الام جي او ده وحطيت عليه كده دروبس اوف ووتر، وجبت فايلوت ليتمس سوليوشن وحطيته علشان او ستريب كده بتبقى عامله زي الشريط كده، وبحطه فيها عشان اشوف هيحصل له ايه، هيتحول لريد ولا هيتحول لبلو، عشان اعرف هو بيز ولا او الكالاين سوليوشن ولا اسيدك. خلاص اللي هو الحاجه اللي هتطلع او المركب اللي هيطلع. طيب اتحول فعلا لبلو مغنيسيوم، يبقى ادانا ايه؟ مغنيسيوم هيدروكسيد. خلاص يبقى اذا الام جي او الكهرباء دي اللي هي الميه. ما احنا قلنا في حل من الاثنين، الليتمس ده حاجه من الاثنين، يا اما الليتمس ده سوليوشن زي ما انا بقول لك كلمه سولين دي هتلاقيني بكتبها كتير، اختصار كلمه سوليوشن. فسوليوشن ده يعني حاجه سائله، ده حل ان انا استخدم الليتمس سوليوشن او استخدم ستريب. ماشي الليتمس ستريب اللي هي ورقه عباد الشمس، احطها كده فيها واشوفها بالظبط هتطلع، يعني هتتلون باللون لما ادخلها في وسط الايه المحلول ده. هوريكي برضه ازاي. طيب يبقى احنا كده عرفنا الام جي او بلس الاتش 2 لما ضفت عليها قطرات من ايه؟ من الووتر. عرفنا بالليتمس عن طريق الليتمس بيبر اللي هيطلع ده عرفنا ان هو الكالاين. ليه؟ لانه اتحول للون البلو. ايوه هنشوفها كده. بصي هو كده مولع اهو على الانبوبه، وهيحط
المغنيسيوم خلاص، وهيحط عليها دروبس اوف ووتر اهو، دروبس اوف ووتر، بصي اهو دروبس اوف ووتر. وبعد كده هيعمل لها شيكينج، هيعمل لها ايه؟ شيكينج عشان تدوب مع بعضها. وبعدين جاب الليتمس بيبر اهي ودخلها جوه عشان يشوفها ايه اللي هيحصل لها. الليتمس بيبر خلاص تيرن تو بلو، وجاب ريد ليتمس بيبر تانية خلاص وهيحطها عشان يشوفها برضو ايه اللي هيحصل لها. برضو زي ما قلت لك شركة الجمهورية بيكون فيها كل الحاجات دي، كل الكيميكالز والحاجات دي. ما ازرق. هي بس الإضاءة ممكن بصي لو وقفنا كده سلايد كلر تشينج ان ريد ليتمس. هو استخدم تو ليتمس بيبر، جاب واحدة ريد وواحدة بلو عشان يشوف البلو هيحصل لها ايه والريد هيحصل لها ايه. الريد اتحولت لايه؟ لبلو. اما البلو ليتمس بيبر نو تشينج، ما حصلش فيها اي تغير. يبقى اذا ده الكلاين ايه؟ سوليوشن. يبقى عرفنا ان الام جي او بلس الاتش 2 او ممكن اكتب الاتش 2 او دي اتش او اتش زي ما احنا قلنا قبل كده. ليه بعملها كده؟ الام جي دي بوزيتيف 2 هتاخد مين؟ هتاخد النيجاتيف اللي موجود هنا. مش احنا قلنا ان دايما البوزيتيف بيدور على الشق النيجاتيف او النيجاتيف سبليت. هيروح الام جي مع الاو اتش هيكون لي ام جي او اتش او باي 2 في الاو اتش 2. مش احنا قلنا او اتش اول باي 2 يعني 2 او اتش او اتش واو اتش. فدي واحده اهي وادي واحده اللي احنا خدناها مع الايه؟ مع النمط. يبقى مفيش هنا بلس خالص. خلصنا خلاص. يبقى اذا عرفنا ان ده الكلاين ايه؟ سوليوشن. طيب والام جي او كان ايه؟ كان بيزك اوكسايد، اسمه بيزك اوكسايد. بيزك اوكسايد. See you again in the next session.